في لعيبة لما بتمشي ما بياخدوش معاهم ذكرياتهم، لان ذكرياتهم بتفضل معانا. وبرضه في لعيبة ربنا بيرزقهم محبة الناس، محبة حقيقية ما فيهاش اي مجاملة، واحمد رفعت كان واحد من الناس دي. النهارده بنرجع الشريط من اوله، من اول لمسة ومن اول ما مسك الكورة لحد اخر لمسة واخر لحظة في حياته. ذكريات صعب تتنسي وصعب تتكرر. احمد رفعت مواليد 20 يونيو 1993 من محافظة كفر الشيخ، ومن اول يوم لعب في الكورة كان مكتوب له طريق مختلف طول عمره. يا صديقي محدش كان متخيل ان الواد البسيط ده هيجي يوم ونقف ونحكي حكايته بالشكل ده. مش هنحكيها بطريقة حزينة، لكن هتكون بطريقة محترمة ومحبة، وذكرى هتفضل عايشة مهما عدى الوقت. اول خطواته كانت في الشوارع البسيطة كفر الشيخ، زحمة عيال بتجري ورا الكورة، لكن رفعت كان مختلف. كان بيلمس الكورة بانسجام كأنه اتولد بيها. كانت بدايته من ناشئين انبي. مجرد ما لمس الكورة هناك المدربين فهموا ان الواد ده موهبة، لازم يكون مكانه في حتة تانية، مهارة وسرعة وجراءة في الكورة. لكن كل اللي ميزه اكتر ان دماغه كانت اسبق من رجليه، علشان بعدها يصعد للفريق الاول في 2013. ما خدش وقت كتير عشان يثبت نفسه. شاب صغير بس بيلعب بثقة لاعب كبير، واداؤه مع انبي فتح له ابواب اللي كان بيحلم بيها. وبعد ما لعب مع انبي 3 مواسم قدر يسجل فيهم 14 هدف، صنع 9 في 74 مباراة علشان نادي الزمالك يطلبه. وفي سنة 2016 لبس التيشيرت اللي كان بيحلم بيه رفعت. حلمه اتحقق، ورفعت كان موهبة لقت الجمهور كله بيحبها. رفعت دخل بقوة، صناعة واهداف ومهارة، واللحظات كتير الناس قالت فيها اللاعب ده لو خد حقه هيبقى حاجة كبيرة قوي. شارك رفعت مع الزمالك في 26 مباراة، سجل 4 اهداف وصنع 3، وحصل على بطولة كاس السوبر المصري 2016. لكن الظروف ما خدمتهوش، وكسر تغيير المدربين وعدم استقرار داخل النادي، والنتيجة دقايق اقل من اللي يستحقها. وعلى الرغم من ده كل دقيقة لعبها كانت ببصمة. في الاخر قرر الزمالك يطلعه اعارة علشان بعدها يرجع تاني الانبي، لكن رجع لاعب تاني خالص، خبرة اكبر، شخصية اقوى، وثقة اعلى. وفي الاعارة دي رفعت رجع مستواه تاني، وقدم مستوى يخلي اي مدرب يقتنع بيه. ده اللي فعلا اللي حصل، فتح له باب جديد وهو نادي الاتحاد السكندري، نادي ليه جمهور وضغط وطموح. وهنا رفعت بين قيمته الكبيرة، لعب بتركيز وقدم مستوى محترم، خلق حلول هجومية طول الوقت، وشارك معاهم في 24 مباراة، سجل 7 اهداف وصنع 8. ولكن رغم اداؤه المميز الاجواء حواليه ما كانتش دايما مستقرة. ده خلاه يدور على محطة انسب، محطة يكمل فيها شغله الحقيقي. كانت محطة المصري ببورسعيد. وهنا عرفنا النسخة الافضل من احمد رفعت، لاعب جاهز فاهم وواصل لمرحلة فنية عالية جدا. مع المصري كان مؤثر، اهداف واسيستات وحضور قوي في كل المباريات، وجمهور بورسعيد حبه حب من القلب. شارك معاهم في 31 مباراة، سجل فيهم 8 اهداف وصنع 6 اهداف. في المصري رفعت بقى نجم وبقى قائد وبقى اسم تقيل. وما ننساش تألقه مع المنتخب مصر، وطبيعي بعد تألق رفعت بينضم للمنتخب. واحمد في البداية كان مع منتخب مصر للناشئين، قدر يحصل معاهم على بطولة كاس افريقيا تحت 20 سنة. وابدا مش هننسى هدفه مع المنتخب الاول في البطولة العربية في 2021، سجل هدف ولا اروع، مرمى السودان، هدف بلمسة لاعب واثق، لاعب كبير، تسديدة ولا اقوى. هدف فضل علامة مميزة في تاريخه وعلامة في قلوب الجمهور المصري اللي شاف امكانياته الحقيقية. وبعد تجربة جيدة مع المصري راح لفيوتشر، كان داخل على مرحلة جديدة، مرحلة كان قادر فيها يبقى من افضل لاعيبة الدوري. شارك معاهم في 46 مباراة، احرز فيهم 11 هدف وصنع ايضا مثلهم. فجأة وفي لحظة محدش توقعها، اثناء مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري حصل اغماء لاحمد رفعت في ارضية الملعب. واللي طبعا مش هننسى جمهور الاتحاد انه طالب بوقف المباراة. فضلوا مع رفعت في المستشفى والدنيا كلها توقفت، لا جمهور ولا ملاعب ولا برامج ولا حد كان ليه نفس. مصر كلها كانت بتدعي ان ربنا يقومك بالسلامة يا رفعت. فضل يقاوم، وبعد عودة وفرح كبير لجمهور الكرة المصرية، لكن إرادة ربنا كانت أسرع، وكأنه كان راجع يودعنا. رفعت رحل، ساب فراغ وساب وجع وساب محبة عمرها ما هتروح. رفعت ما كانش لاعب وبس، كان صاحب وأخ وإنسان محترم بالخير، وواقف جنب الكل. وعلشان كده لما غاب الذكرى فضلت، ضحكته ولمساته، احترامه داخل الملعب، وهدفه وفنه وروحه الطيبة. أرحم الله أحمد رفعت، اللاعب اللي ساب أثر وساب محبة وساب ذكرياته هتفضل في قلوب الناس مهما طال الزمن. ولو وصلت لنهاية الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.